أنتِ أساسًا غاوية تمثيل، وكنتِ بتمثلي وأنتِ صغيرة فاشلة. و ومن عيلة فنية، لإنِّك أنتِ أعتقد إن ليكِ خال أو حد برضه في مجال الموسيقى. جدي الله يرحمه كان موسيقار وخال والدتي الله يرحمه برضه. بس مش يعني ما فيش حد تمثيل خالص، خالص عندنا. يعني أنا باحب التمثيل إن أنا أطلع من شخصيتي أنا اللي أنا فيها يعني وأبقى حاجة تانية، بس لم أحقق أي نجاح في سواء وأنا صغيرة أو وأنا كبيرة يعني. الحمد طب أنتِ لله. قُلتِ دلوقتي جملة عجبتني جدًا، وأنتِ كمان قُلتيها في الكتاب، قُلتِ إنه باحب التمثيل لإنه بيخرّجني من الشخصية بتاعتي ويخلّيني شخصية تانية. طب منى كانت تحب تكون شخصية إيه تانية؟ لأ زي ما يعني أنا. إيه ملامح الشخصية لأ زي ما التانية؟ أنا، بس ساعات إيه، أحب يعني أحب أقلِّد جدًا. يعني وأنا صغيرة كان صاحبات مامي كان منى تعالي قلِّدي أنكل محمود. واحد صاحب بابي أوي، أوي، وكان يعني العيادة بتاعته قريبة أوي من البيت بتاعنا، فكان كل يوم بيعدّي من قدّامنا، فليه ماشية معيّنة. فكنت كل شوية أنكل محمود بيمشي كذا، بيعمل كذا. فأنا باحب التقليد جدًا، جدًا. ما أعرفش، بس التقليد حاجة وإن أنا أمثّل دي حاجة تانية متهيأ لي. يعني أول السكة. هي أول السكة بس يعني ما فيش أدوار جات لي يعني أنا الحمد لله في دور في فيلم مثّلت فيه كان من غير كلام خالص، كان مع آسر. مشهد اللي هو بتاع الميكروباص إحنا وهو، أنا وهو. ودور تاني فيلم تاني أنا طالعة مامته باكلمه على الموبايل ب4 دقايق أو 5 دقايق. ما ظهرتش، فباقول لهم ربنا يرزقني بواحد يطلّعني صوت وصورة، مش مرّة صوت ومرّة صورة. الحمد لله.